وإنه ليحز في نفسنا اليوم أيها المسلمون أن يجعل البعض من بيروت مسرحا لشرذمة المسلمين وتمزيق جموعهم، ناهيك عما يقومون به من اعتداء على حيوات الناس وكراماتهم ودمائهم وأعراضهم وممتلكاتهم وحرياتهم. فهل هذا هو جزاء بيروت التي كانت أول من حمل شعلة المقاومة في وجه الاحتلال، وأول من صبر على قهر الحصار، وأول من حافظ على طابع التوحيد الوطني والعربي أمام مؤامرات التفتيت والشرذمة والتهجير؟ هل تكافأ بيروت العروبة بكل هذه النزعة المذهبية السافرة والجائرة؟ هل تكافأ بيروت الديمقراطية بكل هذه الهيمنة الطاغية؟ هل تكافأ بيروت الحرية بكل هذا القهر العاتي؟ هل تكافأ بيروت النضال بكل هذا الإذلال الماجن؟ هل تكافأ بيروت الوحدة بهذا الهجوم الذي لا يراعي عهدا ولا أخوة؟ إن بيروت التي تكتفي اليوم بأن تتململ وتتذمر تعلم بأنها إنما تفعل ذلك من موقع حرصها على الوحدة والديمقراطية والعروبة، وتعلم أن عليها المحافظة على هذه القيم وأن ترسخها في قلوب أبنائها لكي لا ينسوا الود والإخاء مهما جار الآخرون، وليكونوا صمام الأمان الذي يعمل على ضبط الانطلاقة وتصويب المسار بما يحفظ لبيروت وأبناء بيروت الكرامة والحرية والشرف. لقد مرت على بيروت فئة ادعت أنها فئة خائفة، فإذا بها تدفع عن نفسها الخوف بنشر الخوف في قلوب الآخرين، فسقطت، لأن تخويف الآخرين يستحيل أبدا أن يكون علاجا للخوف. وها هم بعض الذين يصفون أنفسهم بالمحرومين يمرون اليوم على بيروت ويحاولون وها هم بعض الذين يصفون أنفسهم بالمحرومين يمرون اليوم على بيروت ويحاولون أن يدفعوا عن أنفسهم الحرمان بحرمان يصيبون به الآخرين.